له رؤية خاصة بالاستقلالية في السياسة، ويقسم المستقلين إلى 3: نتاج تشرين، ومتبنين من أحزاب، ومنفردين. يصف مفاوضي الإطار بأنهم أنجح من مفاوضي التيار، والطرفان لم يدعما المستقلين. النائب المستقل ناظم الشبلي ضيف غزوان جاسم في برنامج القصر. في حوار صريح تحدث النائب ناظم الشبلي عن وضع المستقلين داخل مجلس النواب. فاحنا لو قسمنا ذول الثلاثة، نعم، الامتداد يعني اذا نريد نسلط الضوء عليها، جماهير الثورة وجماهير التظاهرات بعد ما فازوا نوابهم ما انطوهم فرصة يعني يفكرون سياسيا ويجتمعون ويلتقون. يعني اقدر اقول لك العقل الجمعي هو يقود النواب اللي موجودين داخل المجلس من حيث لا يدرون، لانه ممكن يتابع السوشيال ميديا اكثر من القرارات السياسية، باعتبار اكو جمهور غاضب وجمهور بعده ما داخل بالعملية السياسية. واكو صراحة ولو يزعلون من عندي والاخطر، اكو هم نواب مستقلين ونزلوا مستقلين، لكن هم بصراحة هم غير مستقلين بالوضع والوضع الحقيقي. هم كانوا يعني عندهم تقاربات وتوجهات وعلاقات وصداقات، وهذا طبعا يعني مو خطأ، لكن هم نزلوا بثوب المستقلين. الشبلي رد على تصريحات مصطفى سند حول دعم حكومة السودان من قبل تحالف قيم المدني، قائلا أن عقدة رئيس الوزراء لا تزال في رأس سند. وقال يعني الكتل اللي كانت ويا تحالف الثلاث اليوم للسودان، وذكر من ضمنها كتلتكم، انتم اليوم حلفاء للسوداني. يعني انا ما اعرف شلون هم يفسرون المعارضة. المعارضة انا معارض يعني شلون معارض؟ يعني اراقب الحكومه، تصريحات. لا هسه مراقب وتشريع وكذا، هذا وظيفته كان كبرلماني، وظيفتي من او يعني بالسياق الاعتيادي تعرف التجارب. يعني مثلا يعني شنو المعارضه في بال الاخوان؟ يعني هو في المغانم وفي التوزيع وبالاسماء الخلطه الرئيسيه ويحسب عليهم. يعني لو معارضه المفروض ما يشترك في كل شيء، لكن هم من رحم هذا الموضوع، وهو مو بعيد عن هذا التفاصيل ابتداء. لكن احتمال عقدة رئيس وزراء لحد الان موجوده في راس الاستاذ مصطفى سند. شلون؟ ليش هو كان يريد يصير رئيس وزراء؟ يعني مثلا الحرب، لا هو رئيس وزراء عادل عبد المنعم. صحيح. هو تابع الرجال وولي امره ومكتبه ووضعه مع حكومه عادل عبد المنعم. صحيح. فيحس بانه رئاسه الوزراء فقدت من عنده في لحظه معينه. الشبلي عبر عن رايه بمقوله الذيول والجوكريه. تتفق مع هاي المقولات؟ هو اكو تبعيه واكو تقارب او كذا، بس مستوى الذيل اعتقد الانسان ليش يعيش ذيل؟ يعني ما يسوى العمر حتى يعيش ذيل. لا هو بعد هذا اذا هو مقنع نفسه ومرتاح للسالفه ذيل بمعنى هو عميل لايران، هذا بشكل واضح. نعم. تعتقد اكو عملاء لايران وعملاء لامريكا؟ كل الجو السياسي، كل الدول الموجوده بها اكو عملاء، لكن صعبه من العميل يوصل لسده الحكم. الشبلي كشف عن القانون الانتخابي الأفضل للعراق وسبب اختياره لذلك القانون. يعني بلغة الأرقام، يعني أحكي بنسبة التمثيل. الدوائر المتعددة أنطى نسبة تمثيل واضحة للمحافظة. يعني من قسمة 3 دوائر أو قسمة 4 دوائر، لازم من كل دائرة يصعد نائب معين. إحنا سابقا بالمحافظة من عندنا كلها دائرة واحدة. من يصير تمركز هسه هو فطري، يصير تمركز حزبي، يصير تمركز دائرادي بجهه معينه، تلقي واحد من الاقضيه يصدر له فد 6 نواب 7. صحيح. و5 اقضيه ما مصدر له حتى نائب ولا عضو مجلس محافظه. صحيح. انا اطمح بانه البرلمان على كل العراق. دائره واحده، العراق دائره واحده. العراق دائره واحده. زين انت نائب. انت نائب، يعني بالنسبه لي انا احنا سنطلع نمثل البرلمان عربي، نمثل اتحاد برلمانات غيره. يقول لك انت سين صاد شيعي سني كذا، انت العراق بعد. انت من تمثل تصرح للبرلمان انت تمثل كل العراق. ما هو رايكم بتصريحات النائب المستقل ناظم الشبلي؟